أنا مدير وباقول للتيم دايمًا بابي مفتوح، أُمّال ليه ما حدش بيقول لي على المشكلة غير بعد ما بتكبر؟ بُص، السؤال ده مهم جدًا، لإن ممكن فعلًا تكون بتقول للناس عندك أي حاجة بتحصل تعالوا قولوا لي فورًا، بس المشكلة إن أنت بعدين بتكتشف إن المشكلة بقى لها شهر والteam كله عارف وأنت آخر واحد عرف، فأكيد هتقول طب ما حدش قال لي ليه؟ خلّيني أقول لك على حاجة مهمة جدًا، الناس ما بتفتكرش باب المدير مفتوح ولا مقفول، الناس بتفتكر حاجة مهمة جدًا، لو أنا اتكلمت هيحصل لي أنا إيه؟ تخيل كده آخر واحد راح قال لك إن في مشكلة، اتشكر إن هو قال بدري والّا اتقال له وأنت كنت فين؟ مين السبب؟ إزاي سِبت الموضوع يكبر؟ لو أول رَد فعل منّك كان لوم، الناس بتفهم الرسالة بسرعة، السكوت أمان. يعني المشكلة مش إن الناس مش صريحة معاك، ساعات كتيرة الناس ممكن تكون عارفة إن هيقول لك خبر مش ظريف ممكن هو اللي يشيله، وفي حاجة أخطر من كده بكتير، المشكلة وهي طالعة من تحت لفوق، يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل واحد في الشركة بيحاول يخفف المشكلة شوية شوية لحد ما توصل للكبير في الشركة، عشان ما يبانش إن حضرتك أو اللي فوقيك أو أي حد في الهيكل الوظيفي مش مسيطر، فممكن توصل المشكلة متأخرة وتوصل بشكل أهدى بكتير من تأثيرها الحقيقي كمشكلة. طب أنا المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة لمّا حد ييجي لك يقول لك على مشكلة ما تبدأش مين غلط، ابدأ دايمًا إيه اللي حصل، وإيه اللي نقدر نعمله دلوقتي. المحاسبة دي تيجي بعدين، تيجي بعد ما تحل المشكلة مش قبلها. 2 لو سمحت ما تسألش الteam عندك الدنيا تمام والّا لأ، أكيد السؤال ده مش ظريف. طبيعي الناس هتقول لك آه يا فندم الدنيا تمام وأحسن حاجة. اسألهم سؤال مهم، إيه الحاجة لو سكتنا عليها النهارده بعد أسبوعين هتكبر؟ إيه القرار اللي أنا خدته وأنتم شايفينه اللي ممكن يعمل مشكلة بعدين؟ الأسئلة الواضحة بتطلّع كلام واضح، صح؟ 3 لمّا حد ييجي يحذّر بدري ورّي الناس كلّها إن ده فرق، قُل للteam المشكلة دي اتلحقت بدري علشان اتقالت بدري، وده ليه؟ علشان الناس تعرف اللي بيتكلم ما بيتحرقش، وافتكر دايمًا لو أنت موظف ما تروحش وتقول في مشكلة وخلاص لمديرك، روح بحل، روح باقتراح. طب لو حضرتك مدير، رد فعلك على أول خبر وحش أهم 100 مرة من إن أنت تقول بابي مفتوح. وصلت؟ وافتكر دايما الناس مش بتسكت علشان مش شايفة المشكلة، الناس كتير بتسكت علشان مش عايزة مشكلة، فاهمني؟